جميع الدول العرب. تاريخ المغرب يؤلمكم كثيرا يا أخي. يا أخي أنا على شكرا على تاريخك. أنت شو عندك تاريخ؟ عندك فاس أسسها إدريس الأول ب 808 أصله من ينبع. عندك وجدة أسسها عطية بن زيري عام 994 هو جزائري. عندك بركان أسسها محمد بن عبد الرحيم البركان أصله من الجزائر. تروح على تطوان أسسوها المورسكيين كانت تسمى تطاوين. تروح على أكادير البارحة تأسست في عام 1426. شو تريد النوب؟ مراكش أسس يوسف بن تاشفين عام 1062. ليش عندك من التاريخ حتى تقول لي أنا قار على تاريخك؟ أعطيني تاريخ عندك حتى أقار عليك. جارتك الجزائر عندها تاريخ، رقعة جغرافية 2,384,000 كيلومتر مربع. كانت هي أحد التجارة قبل الإسلام في عهد الفينيقيين والكنعانيين بين شرشال وبين عنابة. اللي واحد تونسي البارح يقول لي عنابة تونسية، قلت له ايمت كان صار اسمها تونسي؟ ونقول قلت له شو اسمها قبل ان تكون عنابة؟ قال لا من زمان اسمها عنابة وتونسية. جاهل التاريخ ايضا. ترى عنابة كان اسمها هيبون وسماها خير الدين بربروس عنابة في عام 1552 لانها تشتهر في فاكهة العنابة اللذيذة في الجزائر. الجزائر مساحتها 2 مليون أو 384 ألف كيلومتر مربع من عهد التاريخ، من قبل دخول الإسلام. يعني هذا تاريخ قديم جدا هاي المساحة اللي موجودة. الجزائر تأسست فيها الدولة الموحدية والزيانية والزيرية والموحدية. الجزائر منها عبد المؤمن الكومي، منها أبو مدين القوث، منها عبد القادر الجزائري، منها أبو عمامة. الجزائر يا أخي فيها المدن، فيها قسنطينة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، فيها تلمسان في القرن الثالث قبل الميلاد، فيها عنابة في القرن السابع قبل الميلاد، فيها تبسة في القرن العاشر قبل الميلاد، فيها دلس، فيها جامعة سوق أهراس أقدم جامعة في التاريخ. الجزائر اللي عم كلمك عليها يا أخي العزيز فيها الشلف مدينة الأصنام. الآن تروح على اليونان شو يقولون؟ سيبرا قالوا ثليمي لميدو فخرستو إيجيريان، يتباهون في حضارة الجزائر العريقة القديمة اللي كانت موجودة كنعانية وفينيقية. فيا أخي العزيز أنا أكلمك من مصادر. أما الكلام المصادر اللي تكلمت عليها روح على الحكم من حكم بعد إدريس الأول، تروح تلقاها بأقلب الكتب من التاريخ. أما أنت إذا حافظ لي كلمتين من واحد اسمه سنايد وواحد كلاب وجاي تفرض نفسك على إنسان خريج تاريخ فهذا شيء ثاني. اللي الآن 2 أخوة من المغاربة هربوا. أخي عبد النور والله أنا في الدوام وأنا ترى على فكرة ملتبك لأني بالمحل، لو أني بدار افتضيت مزبوط. إذا عندكم النوبة ابعثوا لي ناس من عندكم مؤرخين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.